سجن وهو عنده 15 سنة وطلع وهو عنده 82 سنة. جوزيف ليغون اتورط في خناقة مع شلة من أصحابه في فيلادلفيا، ووقتها في ناس ماتت في الخناقة دي. هو ما انكرش انه كان موجود في الخناقة، بس طول عمره بيقول انا ما قتلتش حد. رغم كده اتحكم عليه بالسجن المؤبد. مرت سنين وشهور واصحابه طلعوا من السجن واحد ورا التاني وهو لسه محبوس جوه. عيل صغير بيكبر ويشيب ويتعب جوه السجن. الدنيا بره بتتغير وهو حياته واقفة خالص، لحد ما في يوم من الايام المحكمة العليا قالت حرام تسجن الاطفال مؤبد. وبعد ورق ومحاكم ودوخة، جوزيف طلع من السجن سنة 2021 وهو عنده 82 سنة. عايزك تتخيل هو دخل السجن العالم بره كان ازاي، ولما طلع لقى الدنيا بره عاملة ازاي. قصة جوزيف مش بس غلطة قانونية، ده درس كبير عن قسوة الدنيا وصبر الإنسان لما بيتحط في أصعب الظروف. تفتكر لو كنت مكانه كنت هتصبر الفترة دي كلها وانت مظلوم؟